التعوذ من جار السوء لما له من الأثر الخطير على حياة المسلم ودينه وسعادته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. رواه النسائي وصححه الألباني. لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب عظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. للعالمين، وأشهد وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله ونتقوا الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. كما أن الإحسان إلى الجيران من أعظم الطاعات والقربات، فأذيتهم والإساءة إليهم من أعظم الذنوب والسيئات.